اهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقدم لكم ريفيو عن مساحه جديده، لان طبعا تعبنا قوي من المساحات اللي ملهاش اي لازمه. فانا شفت المساحه دي النهارده كده عجبتني، لقيت بنتي جايباها وبتمسح حلوه قوي، فقلت ايه طبعا اجيبها واعمل لكم ريفيو عنها واشوف بتتركب ازاي وبتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. المساحه دي يا بنات ب 150 جنيه زي ما احنا شايفين. ادي الفاتوره اهي. في حتت طبعا بتبيعها اغلى من كده، ولكن انا جايباها من سيلفانا اللي في الزاويه ب 150. المساحه دي جميله يا بنات، لان فعلا لقيت بنت بصراحه ربنا بتستخدمها ونشفت ولمقت وغسلت الحيطان وكل حاجه. بصوا هي ايه عباره عن ايه. فيها هنا كده غيارين عشان تخلي غيار للحيطه وغيار للارض، وجميله جدا جدا وبتشرب الميه زي ما احنا شايفين. ادي غيار والماده بتاعته من النوع اللي بتشرب الميه. هنا بقى انا هنشوف. بصوا هم مركبين لك هنا واحد اهو جاي جاهز راكب. تركيبه مش صعب. بصوا هنا عباره عن الجناب دي كده بتبقى فيها اساتك او خيط، مش عارفه بقى هو عاملينها ازاي، انا عايزه اشوف. اهو شايفين دي كده الجزء بتاعها زي ما انا قلت لكم، هي متركبه من 4 جناب. المسكات بتاعتها عشان ما تقعش مننا اهي، وكمان من النص. ادي العصايه بتاعتها طويله وتطولي فيها زي ما انت عايزه. طبعا احنا هنحط دي كده اهو الاول. نركب الجزء ده كده ونربطه، وبعدين الجزء التاني عند هنا الحلزوني دوت هنحط برضو الحته دي كده ونلفها الطول اللي انت بقى عايزاه. لو عايزه تطوليها عايزه تقصريها كده. انا ركبتها وجاهزه للاستعمال. شايفين يا حبايبي اهي. هنشوف بقى احنا هنستخدمها ازاي وهل هي عمليه ولا لا. فبصوا يا حبايبي لازم تكون كده بعدلتها على الارض اهو. يعني مثلا كده انت هتنشفي بقى الميه، عايزه طب تعصريها تعملي فيها ايه؟ هقول لك انا تعملي فيها ايه دلوقتي. لما تحبي تعصريها طبعا هي كده على الارض، تقومي ايه شاده الدراع لفوق. شايفين؟ تلمي بقى وتعصر الميه. عايزه تعملي تاني اهو، يعني تحطي في الجردل تاخدي ميه وتبلي. طب انت بليتي كده خلاص، تقومي ايه رايحه بقى تعصريها، تقومي عامله كده. وبرده هنجربها عملي، هنخش نشوف في المطبخ ده ندلق ميه ونشوف هي هتعمل معانا ايه. وكمان قبل ما اخش معاكم المطبخ اقول لكم برده على حاجه، عشان هي طبعا لسه جديده. فانا عايزه اوريكم الحيطه. هي برده بتمسح الحيطان من التراب كده وتجيب لك السقف من فوق. شايفين يا حبايبي اهو. الحيطه بتاعتي دي مش بتتصبن بسلك ولا بحاجه، دي بتتعمل بحته مبلوله البياض بتاعها هو كده. فانا ممكن ان انا اخلي الغيار التاني للحيطه. شايفين؟ لو في تراب ولا اي حاجه جايبه السقف كله، جايبه السقف كله. تجيبي بقى السقف كله كده وتنضفي شقتك، تمسحي بها مثلا حروف الانتريه زي ما احنا شايفين كده. يعني بصراحه ربنا عمليه جدا جدا. فخلي غيار للمسح وغيار للحيطان اللي تنضفي بيه حاجه. يعني ما تستخدميش الاتنين في المسح. هنشوف بقى في المطبخ هنعمل ايه. فانا قلت اغرق بقى الاول الحمام كده عشان اشوف هي فعلا هتنشف ولا لا. شايفين الميه اهي. همسح بس الحمام كده اهو الاول، وبعدين نخش بقى بالمساحه بتاعتنا ونشوف هتعمل ايه معانا. المساحه الجديده اللي بيقولوا عليها المهلوبه زي ما بيقولوا، وبيقولوا عليها حلوه قوي، فاحنا هنجرب. شايفين هي بقى حلوه برده جدا في السيراميك والحاجات دي. انا دلوقتي نزلت كده ميه في الحمام. تمسحي بقى في الحمام، تمسحي في الارض، تمسحي الشقه. بصراحه ربنا لكل حاجه حلوه. فهي الميه اهي. احط مثلا تحطي القشره معطر ولا حاجه اللي انت بتمسحي بيه، اي ماده بتمسحي بيها ما عندكيش خلاص. يعني انا بوريكي احنا هنعمل ايه دلوقتي. مثلا هنحط حبه معطر كده عشان ندعك الحمام بتاعنا. اهو يا حبايب قلبي انا حطيت شويه شايفين، حطيت شويه بقى معطر في الارض كده عشان اخلي الحمام بتاعي ريحته حلوه. نغسل كده الحمام. شايفين الميه نازله بتجري. اشوف بقى هينشف ولا لا. انا هجيب لكم الطبق عشان اشوف هي هتنشف ولا مش هتنشف. قدامنا كده هنجيب المساحه، لازم تكون راكزه على الارض كده تنشف معايا. بسم الله ما شاء الله تبارك ربنا.
تنشف حلو قوي اهو. شايفين يا حبايبي اهي تنشف حلو قوي. المساحه شغاله معايا اهو، شايفين اهي. انا هوريلكم كمان اهي، بصوا تنشف الحمام كويس قوي قوي اهو. بعدين بتتحرك معاكي في الجناب وفي كل حته انت عايزه تمشيها بيه. طيب هل يا ترى شربت ميه؟ شربت الميه ولا ما شربتهاش؟ هنشوف بقى كده مع في الطبق، هنشوف هي لمت ميه ولا ما لمتش. انا طبعا كنت مغرقه الحمام وهغرقه تاني علشان تشوفوا الميه اللي هي بتلمها فعلا بتلم ولا ما بتلمش. طبعا انت بتشديها كده اهوت. ادي الطبق اهو عندي. تبدا بقى نحط كده يا رب الكاميرا تكون موضحه. لازم تكون ايه عموديه. تحطي بقى وتشدي الايه، وتشدي الكاميرا تشدي العصايه بتاعتك لفوق علشان تعصر الميه. زي ما احنا شايفين بقى انا غرقت الارض ميه وبلمها. شايفين يا حبايبي ادي الطبق. هبلها ميه من الطبق عشان اوريكم كميه الميه اللي هي ايه اللي هي شربتها. شايفين مليانه ميه، يعني ممكن تبلي بيها اهو. طب انا عايزه انشف اعمل ايه؟ او واخداها كده ولازم تكون عموديه كده كانها بتمسح اهي. تاخديها بقى كده اهو. اوريكم الميه نزلت لميتها اهي. شايفين اهو. اهي كميه الميه اللي لميتها. هي انا ما شفتش مساحه بتلم كميه الميه اللي بتلمها دي. وكمان التنشيف بتاعها حلو قوي، غير الشرشوبه. الشرشوبه برده بتسيب لك الارض مبلوله. دي لا، دي منشفه على الاخر يا بنات وحلوه قوي قوي قوي. تمسح لك الاركان وتمسح لك الحيطان، تصبني بيها السيراميك حلوه قوي. خلي غيار بقى زي ما قلت لك للارض وغيار للسيراميك. وعلى فكره بيقولوا في غيارات بتتباع لها تاني، يعني لو عايزه تعملي 3 4 غيارات عندك غيار هو بيج باظ، بس هي من الماركه الجميله قوي اللي هو بتلم الميه حلوه قوي قوي. فانا عماله اهو الم الميه اللي لان انا سيبت الحنفيه. انا سيبت الحنفيه مش دلقت حتى كده بس كاني همسح، لا ده انا سيبت الحنفيه. ها اهو هلمها نص الميه اهو. حطي بقى معطر، حطي حاجه. ادي الميه شايفين طول ما هي ما عامله كده هي اهو. العصر بتاعها سهل قوي بشده بسيطه خالص، مش هتتعبك. شايفين يا حبايبي اهو. وتخلصيها عايزه تشطفيها وتعلقيها بقى خلاص كده تصفى تنشف لحد لما تيجي تمسحي بيها مره تانية وتعلقيها بقى في مسمار. تعلقيها تحطيها في الحمام كده. بس نصيحه ما تخليهاش في قلب الميه على طول، لا عشان ما تلمش ميه وتلم حاجات مش كويسه بكتيريا وكده. لازم اي مساحه لازم تخليها ناشفه. بعد ما تخلصي تنشفيها. يا رب الفيديو النهارده وريفيو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. مع يوميات مس امان. والسلام عليكم ورحمه الله.